السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم يا رب في فيديو جديد. والفيديو ده اول فيديو في تجديد الشقة عندي. إيه هعمل ايه؟ طيب، هقول لكم. انا اول ما نقلت في الشقة كنت عاملة توضيب خفيف كده اللي هو عادي، فقلت مع الوقت هبقى اعمل اوضب فيها يعني. فكنت حابة ان انا اعمل جبسن بورد، بس الجبسن بورد اللي انا هعمله جبس بلدي. بس الديكورات بتاعته زي الجبسن بورد بالظبط، يعني في الاخر يديني شكل الجبسن بورد بس بالجبس البلدي. عايزه اوريكم هنا ده ايه. اول حاجه بدأت تجديد فيها اللي هو الريسبشن. طبعا الريسبشن عشان كان معمول دهارة ونقاشة وكده، فالجزء اللي هيركب فيه الجبس لازم يتقشر كده، يعني لازم يتقشر الطبقة بتاعة الدهارة وبتاعة النقاشة. طبعا الناس اللي بتوضب شقتها لأول مرة يعني على المحارة على طول مش هتحتاج تعمل الخطوة دي خالص. انما انا عشان انا كنت موضباها وكانت معمولة نقاشة ودهارة، فعشان كده احتاجت ان ايه، لازم يتكسر الجزء ده عشان لما يركب الجبس لازم يكون على المحارة عشان يمسك. اول خطوة كانت بتتعمل، انا حبيت ان انا اوريكم الاول خالص كده. اول خطوة كانت بتتعمل اللي هو مش الجبس نفسه اللي بيتعمل يعني، فرم جبس بتبقى رفيعة كده، بتبقى تحت الجبس العريض، تحت الواحد جبس العريضة. بتدي منظر كده زي ديكور كده، كأنها كورنيشة خفيفة صغيرة، وفي نفس الوقت دي بيستند عليها الجبس. بيستند عليها، بس لا مش بيستند عليها بس، كمان بيبقى متثبت في السقف مسامير كده برضو. بتبقى زي حوامل كده بتشيل الجبس، وبيثبتوها طبعا بحاجة معينة كده، مادة بيستخدموها بتوع الجبس زي اسمها شعر. وبيثبتوها بطريقة معينة يعني، فما بيبقاش الحمولة على الفورمة الصغيرة اللي بتتصب قدامكم دي. يعني دي ليها لازمة بس في نفس الوقت مش لوحدها يعني، بتثبت في مسامير في السقف، وبتثبت بالفورمة دي. الفورمة دي ما بتاخدش طبعا وقت، مجرد ما بتتحط كده بتتصب في القالب بتاعها ده، مجرد ما تشد بتطلع، وبعدها يعني مجرد بتبقى ماسكة نفسها فعلى طول بتتركب، ما بتاخدش وقت كتير. التصوير اللي انا مصوره لكم النهارده مش بتاع شغل يوم واحد طبعا، استحالة. ده انا مجمعه لكم الشغل بتاع الريسبشن كله في فيديو واحد. يعني انا حاولت ان انا اخلي لكم إيه مثلا الطرقه هيبقى فيديو مثلا شغلها من الاول لغايه الفينش الاخير بتاع الطرقه، والريسبشن نفس الحكايه، اوضه الاطفال نفس الحكايه. اللي هو ما حبيتش ان انا اجيب مقاطع من هنا ومن هنا وفي الاخر ما تشوفوش الشكل النهائي فتوهوا يعني. فبدأ جمعت لكم فيديوهات الريسبشن كلها مع بعض لحد ما هتشوفوا الوضع النهائي اللي انا فيه حاليا، اللي هو ايه، الفينش الاخير اللي بعد النقاشة. بصوا هنا بالطريقة دي بيطلع الفورمة بتاعت الجبس من القالب بتاعها، بتطلع بالطريقة دي. بصوا بتبقى ماسكة نفسها، وطبعا متماسكة يعني، وعلى التركيب على طول. تمام. هحاول اختصر معاكم بعد كده. ادي وريتكم بس البداية، هنا بتركب زي ما بقول لكم اهو. بعدين فوق منها هيتعمل الواح الجبس العريضة اللي هي بتبقى الجبس من بورد، اللي بتبقى من داخلها بيوت النور بتاعة الليد. فانا حبيت ان انا اوريكم الشكل كده وهوريكم على طول اول ما ركبنا الالواح. بصوا اهي، ادي الجنب ده في الريسبشن راكب الالواح ومتثبته في المسامير اللي انا بقول لكم عليها في السقف. تمام. الشكل النهائي حلو جدا، يعني ما تفرقهوش عن الجبسن بورد الجاهز، بس طبعا ده بيبقى احسن يعني اللي هو الجبس البلدي. بس عايز حد يكون عارف فيه ان هو يعمل لك اشكال حلوة، وفي نفس الوقت يعرف يتعامل مع الجبس البلدي. بصوا هنا وريتكم بعد ما ركبنا كل الالواح العريضة اللي هي بيوت النور اللي بالجبس. بصوا حتى الجزء الفاصل بين القطعتين بتوع الريسبشن كان لسه محطوط له لوح خشب عشان كان لسه منشفش للاخر يعني. وكان باقي ان هو يتقفل بس، فكان يعتبر كان في نهاية شغل الريسبشن يعني. بس انا حبيت امشيكوا الخطوات واحدة واحدة، اوريها لكم يعني في جميع المراحل. وحتى باب الشقة بصوا، وباب البلكونة كنت لسه ما دهنتوش،
وباب الشقة برضو كان لسه ما اتغيرش، يعني لسه ما جهزش. انا غيرته طبعا، ركبت له تجليده وكده، فالشكل برضو اختلف خالص. وكانت الكهرباء، الفينش بتاع الكهرباء، السبوتات والليدات كانت لسه ما ركبتش معانا. كان باقيلنا اهو اخر تقفيله في اللي هو الجبسن بورد اللي في النص الفاصل بين القطعتين، الانتري والريسبشن. هنا معلش سامحوني التصوير هنا معرفش جه كده ازاي، بس عامة انا كنت بوريكم ان احنا خلصنا الجبسن بورد بتاع الريسبشن. كان باقي بس الجنبين بتوع الريسبشن، الجنبين جنبين الحيطة دول انا كنت عايزة اعملهم شغل حجر. فطبعا عشان يتعملوا شغل حجر بالجبس برضو كان لازم يتقشروا، يعني فوق احنا قشرنا على قد تركيب الجبسن بورد بس، انما الجنبين الحجر دول لازم يتقشروا كلهم. فكان في جنب قشر، يعني قشرته قبل كده، والجنب التاني كنت لسه هبدأ تقشير فيه. فكان الستاند بتاعي باظ، فكنت مضطرة ان انا بقى اصور لكم المقطع ده وانا ماسكة الموبايل يعني، وهوريكم ان انا هبدأ تقشير فيه ازاي وهتشوفوه. كنت بحاول استغل جوزي لما بيبقى في الشغل، كنت بحاول ان انا اقشر انا الحيطة دي عشان نختصر وقت بس ونخلص. ادي كده بوريكم، بصوا طريقة التقشير. لازم تتحك الحيطة خالص، توصل على المحارة، توصل على المحارة عشان عشان تبقى مظبوطة. لازم توصل على المحارة عشان نعرف ان احنا نركب عليها فرم الحجر اللي هي اساسا برضو معمولة من الجبس. يعني يمكن من اكتر الحاجات المتعبة موضوع ان انتي تقشري الحيطة. معلش على التصوير بقى، كان عمر ابني اللي ماسك الموبايل، يعني ما كان كل شوية يقول لي ايدي وجعتني يعني. بس انا كنت بحاول والله اوريكم منظر بس البتاع. هو كان بياخد وقت ومجهود شوية موضوع التقشير، كنت بوريكم ادي الجزئية اهو. بس في موضوع التقشير ده كان بياخد وقت ومجهود شوية. كنت بقشر بحاجة كده، يعني جزء كده زي القطعة اللي هي بيسحبوا بيها المعجون وكده، بس معدن مش بلاستيك، عشان دي اللي كانت بتساعد بتقشر معايا بسرعة. كنت بحاول ان انا استغل بقى دهان الاخشاب، كنت بعمله انا اللي بدهن مثلا الشبابيك والبيبان وكده. وبرضو قشرت الحيطة دي، قشرت الجنبين دول عشان يبقوا جاهزين على التركيب على طول، استغل وقت واخلص بسرعة. بصوا هنا بعد ما الحيطة اتقشرت خالص، وبدأ طبعا الشغل اللي هو الفرم الحجر دي بتصب برضو بنفس الطريقة من الجبس البلدي وبتتركب. بصوا ده اول جنب اللي هو ناحية الانتريه، والجنب التاني ناحية السفرة. انا بحاول اوريكم التطورات كده هي وبتتعمل. طبعا اصعب حاجة موضوع ان انتي توضبي. ادي الجنب التاني متقشر خالص وجاهز على التركيب. اصعب حاجة ان انتي توضبي وانتي في الشقة. الموضوع متعب ان انتي تنقلي عفشك كله في اوضة تانية او حاجة عشان تفضي المكان اللي انتي شغالة فيه. بصوا هنا ركبنا الجنبين بتوع الحجر، وعملنا من فوق زي كاميرا كده تحت الكاميرا الأساسية عشان نعمل فيها زي سبوتات عشان تدي معانا برضو إضاءة حلوة على شغل الجبس، على شغل الحجر اللي تحت منه. فكده كان يعتبر ما تبقاش معانا غير العمود اللي في النص ده، هنعمل فيه تاتش أخير كده. وطبعا كنت دهنت باب البلكونة تمام، وركبنا الفينش بتاع الإضاءة السبوتات والليدات برضو كانت ركبت. فكان الموضوع فارق قوي، وكنا بنلزق بس حوالين الزوايا الخشب عشان لما ندهن ندي الدهان بتاع النقاشة الزوايا الخشب دي ما تبصش، يعني ما تتأثرش بالدهان اللي احنا بندهنه. وكنت ساعتها عملت تجليدة للباب اتغير شكله نهائي عن الشكل اللي هو فيه. بس طبعا دي هتبان معاكم في فيديو تاني. انا حاولت ان انا اخلي فيديو الريسبشن خاص بالريسبشن من اول الجبس لحد النقاشة والكهرباء الاضاءة وكده. ده كان اول جنب. ده مش اللون الاخير اللي انا عملته، لاني انا كنت عايزة لون اوف وايت، فاللون ده كان مصفر شوية، فقلت مش مشكلة تمام اخد اول وش ده، وبعد كده فتحنا درجة اللون لدرجة الاوف وايت اللي انا عايزاها. ليه اوف وايت؟ عشان انا حابة اللون يكون فاتح. جوزي اللي كان بيدهن وانا كنت بدهن الحيطه دي، يعني كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اساعده، يعني هو يعمل جنب انا اعمل التاني. وده عمر ابني طبعا معرفش كان فرحان بيا، يعني كان بيصورني.
بس وبعد كده برضو الشغل الحجر ده كله انا اللي عملت النقاشة بتاعته، لان طبعا جوزي كان بيبقى في الشغل، فانا بستغل الوقت اللي انا موجودة فيه بخلص اللي انا اقدر عليه. انا ما جبتش نقاش، كل ده عملناه بايدينا. شغل الحجر ما بيدهنش بالرولة، اللي هو الحجر الخشن ده المنقوش، انما السادة انا عاملة بلاطات حجر سادة، وعاملة التاني اللي هو المنقوش. فاللي هو الخشن مش الناعم ده لازم يدهن بفرشة، فده بصراحة كان اكتر حاجة بتاخد معايا وقت عشان ادخل بين الفراغات دي، اضمن ان كلها ايه اتدهنت كويس، وطبعا بتاخد اكتر من وش. عملت الحجر المنقوش ده لون فاتح، والبلاطات السادة عملتها درجة أغمق عشان تظهر معايا وتبان أكتر. طبعا شوفوا منظر الليد كان راكب هنا، وكنا خلصنا دهان الحيطان كلها. تمام. برضو هوريكوا في الآخر، آخر ما نخلص كده هوريكوا، هلفلكوا. بصوا طبعا أنا كنت بقف على كرسي عشان أقدر أجيب الجنب من فوق من أوله، محدش يضحك عليا يعني. بس عامة انا مش اول مرة اعمل حاجة في شقتي. برضو يوم ما نقلت فيها كان التوضيب، كنت انا واختي الهام مامة روفان برضو كانت معايا، وجوز اختي وجوزي، احنا اللي كنا عاملين كل حاجة، كل حاجة بايدينا فعليا يعني. سواء المعجون سحبنا السكينات المعجون اللي عملناها سكينتين معجون، والنقاشة، وكل حاجة كنا عاملينها بصراحة. فحلو قوي ان انتي تعملي في بيتك. الموضوع مرهق او متعب لو انتي قاعده في الشقه، انما يعني ما انصحش حد يعمل كده لو هو لسه ما نقلش في شقته دي. لو انتي عندك الخيار ان انتي لسه ما وديتيش عفشك، فبصراحه لا، خلصي شقتك الاول. بس لو خلاص انتي فيها وعايزه تجددي، تمام طبعا اعملي. بصوا ادي درجه الغامق بتاعه البلاطات الساده، حبيت انها تبقى اغمق من التاني عشان ايه بس. فلو انتي في شقتك وعايزه تجددي، طبعا جددي. الموضوع متعب شويه، بس النتيجه بجد في الاخر بتخليكي مبسوطه وفرحانه ان انتي عملتي كده، والشكل بيتغير نهائي. يعني انا هتلاقوا شكل الريسبشن عندي في نهايه الفيديو اتحول بصراحه، اتحول بقى حاجه تانية خالص خالص خالص، غير اللي انا كنت، غير اللي كان الاول. يعني الموضوع اتغير خالص. فالموضوع لا يستاهل، جربي. ولو مش لو حاجة انتي مش عارفاها، والله العظيم انا في حاجات كنت مش عارفاها، كنت بعمل سيرش على النت، ادخل على الناس المتخصصة في الحاجات دي واشوفهم عاملينها ازاي او كده، واحاول ان انا اقلدهم. انا مش خبيرة يعني في الموضوع ده، انا يعني عادي بجرب معاكم برضو، فاهمين؟ وبجرب في شقتي. والله انا حاسة ان كل التجارب اللي انا عملتها الحمد لله كويسة جدا، وبينت نتيجة حلوة قوي. يعني انا هستناكوا، هتشوفوا في نهاية الفيديو بجد هيعجبكم، انا متأكدة وواثقة ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم زي ما عجبني، لان الموضوع فعلا اتغير خالص خالص خالص. بصوا طبعا شغل البلاطات السادة ده الدهان بتاعه كان احلى بكتير، لان طبعا كان مسعف وسريع عشان بالرولة مش بالفرشة، فكان بجد شكله حلو قوي. بصوا، وطبعا كان الدهان بتاع الحجر التاني الالوان الفاتحة دي كانت بتبقى نشفت، يعني مش في نفس الوقت. أه بصوا بجد والله العظيم تحفة. يعني كان يعني يمكن الكاميرا كانت ظلماه. بصوا الشكل النهائي بتاع الحجر. كان لسه باقيلي الجنب ده كان عايز يخلص، اللي هو جنب العمود. انا كنت موقفة البلاطات السادة اللي جنب العمود عشان كان في حاجة كده لازم نعملها، تكاية كده في العمود، ويمكن انا عملتها اهو، هتشوفوها دلوقتي. بصوا هنا طبعا النيش ده احتار معايا، احتار، وانا كل شوية اجي اشتغل في الجنب ده احوله على الجنب التاني، اجي اشتغل في الجنب التاني ارجعه على الجنب الاولاني، فيعني بصراحة اشتكى مني. بصوا ادي التكاية اللي انا بقول لكم عليها في العمود. كده خلصت الحركة بتاعت الجبس اللي احنا عملناها، بس في حاجة هعملها من جوه انا لسه ما خلصتهاش، بس اول ما اخلصها ان شاء الله برضه هصورها لكم. ممكن ان شاء الله يكون في الجولة بتاعت الشقة، هتشوفوا المنظر يعني والله العظيم هيختلف خالص. وهيبان الشكل قوي، لاني لسه التكاية اللي انا بقول لكم عليها ما خلصتش. طبعا هنا باين باب الشقة ان هو خلص، برضو هنزل لكم تفاصيل باب الشقة اتعمل ازاي عشان اللي عايز يعمل. انا منظر باب الشقة عندي كان صعب جدا جدا جدا.
بس هتشوفوه يعني حاليا بجد بقى تحفة. وباب البلكونة طبعا بعد ما اديته اللون الابيض خطير. طبعا الزوايا الخشب دي انا لسه ما اديتهاش، المفروض بتاخد لون برضو، لسه برضو ما اديتهاش. انا يعني بحاول اوريلكم الفينش الاخير كده، بس لسه في حاجات بسيطة كده هوريها لكم قبل فيديو الجولة ان شاء الله، هتبقى ظهرت معاكم وهتبقى حلوة جدا. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ويا رب ما اكونش طولت عليكم، واكون خفيفة على قلبكم. وكل اللي عجبوا الفيديو ما ينسناش في اللايك والشير سبسكرايب، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشجع اي ست بيت عايزة تعمل تجديدات في بيتها، ما تخافيش، الموضوع مجازفة بس لا، النتيجة في الاخر بتبقى حلوة ومرضية جدا. الحاجة اللي تقدري تعمليها اعمليها، واللي ما تقدريش حاولي اي حد تعرفيه يعملها لك، او اي حد متخصص على حسب ما انتي عايزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.